مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البليلة. هنعمل البليلة في اقل من ساعة، ولا هنرقدها في مية ولا اي حاجة. عوام قوامك كده، لو عندك بليلة اعمليها بالطريقة دي. بجد طريقتها حلوة جدا وطعمها كمان بيكون تحفة جدا. هنعمل مع بعض بليلة العربيات. فاكرين البليلة اللي كانت زمان كده بتتباع على العربية، ويحط لك كده البليلة واللبن والمكسرات والسكر والكريمة او القشطة؟ بجد طعمها تحفة جدا. النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة، ولا ترقدي البليلة بقى ولا تتعبي نفسك. قبل ما ابدا الفيديو، اللي ما حطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف هنعمل البليله الكريمي القمر دي ازاي. اول حاجه بجيب البليله بنقيها وبغسلها غسله كويسه جدا. لو مستعجله عليها اعملي نفس الخطوات دي وهتلاقيها جميله جدا معاك. جبت حله على النار وحطيت فيها ميه. اول ما غلت نزلت البليله بالمنظر ده، وبعد كده حطيت معلقتين كده من الرز. وطبعا لازم يكون الرز طبعا نضيف ومغسول كويس جدا. وهنا سبت البليله بقى لما غلت كده. اول ما لقيتها بتغلي رحت موطيه النار وشلت الريم الابيض اللي بيكون على الوش. وبعد كده قلبتها كده تقلبتين وسبتها بقى. قعدت كده نص ساعه على نار هاديه، وده بيكون شكلها كده. انا هنا مش عايزه غير البليله، انا مش هرمي الميه بتاعتها طبعا. الميه بتاعتها مفيده وجميله جدا جدا. بس انا هاخد كده زي ما انتم شايفين شويه من البليله بس، وهسيب الباقي في الحل. وهنا معايا كده بوله حطيت فيها كده شويه من الحليب. انا مستعمله حليب بخيره، بيكون طعمه حلو جدا جدا. وهنزل عليه بمعلقه كده من الكريمه، كيس من الفانيليا، والسكر حسب الرغبة. طبعا اللبن كان سخن جدا جدا، يعني كنت مسخنة اللبن جدا. يلا هنا بقى نشوف كده هنعمل ايه. هنا طبعا دي الأطباق اللي كنا جايبينها ب10 جنيه. عايزة اقول لكم طلعت جميلة جدا جدا، اللهم بارك. استعملتها في السخن ما شاء الله، كانت جميلة جدا جدا. وهنا بقى زي ما انتم شايفين انا حطيت كده مغرفة بس كده من البليلة، وهنزل على طول بالحليب السخن. حطي بقى طبعا السكر اللي يناسبك. انا هنا بقى معايا كده كريمه، هنزل بمعلقه كده. عايزه اقول لكم برضو الكريمه اللباني بتكون طعمها جميل جدا جدا في البليله. كمان لما بيكون بقى اللبن سخن كده والكريمه بتسيح، بيكون طعم البليله حلو جدا. وهنا طبعا احط في الاطباق بتاعتي كلها بقى البليله، وبعد كده هنزل زي ما انتم شايفين كده بالحليب. وطبعا زيني بقى براحتك، عندك مكسرات حطي، عندك زبيب وجوز الهند حطي. انا بقى عملت كده تزيين بسيط. حابه بقى اي حاجه تضيفيها على الوش ممكن تضيفيها براحتك خالص. وانا حبيت احط كده الكريمه على الوش. انا طبعا اول طبق عملته كان اللبن سخن جدا، فالكريمه ساحت وما بنتش. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا هعمل الاطباق كلها زي بعض. هحط البليله واللبن، وهحط بقى مكسرات، عندي زبيب وجوز الهند، كريمه اللي انت حابه. لو عندك قشطه لبن اللي انت حابه تضيفيه تضيفيه. زي ما انتم شايفين اللهم بارك، ربع كيلو البليله ما شاء الله عمل لي كميه كبيره زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم ان كمان اتفضل من الغله ما شاء الله، والميه بتاعت البليله. يعني لو انت حابه ان انت تعمليها بقى في اطباق كده بالنشا، هتكون برضو جميلة جدا جدا. بس بصراحة أنا حبيت أعملها زي بتاعة العربيات كده، بتكون سخنة ومحطوط عليها كده مكسرات كريمة ما شاء الله، بتكون طعمها حلو جدا. بس الصراحة أنا ما كانش عندي مكسرات، قلت أحط بقى زبيب وجوز الهند كده وزداني، واللي عندك هيقضي وهيبقى الحاجة طالعة من إيدك جميلة جدا جدا ما شاء الله اللهم. وعايزة أقول لكم ربع بليلة هيغرقكم، يعني ما شاء الله بتبقى كميتها كتير جدا. انا ما بحبش بصراحة ازود، بحب اجيب ربع ولما يخلص اجيب غيره. واديكوا شايفين اللهم بارك الربع عمل لنا كمية حلوة جدا جدا. وكمان الطبق شايفين شكله كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا. انا بصراحة كنت قلقانة من الطبق دوت، وقلت بقى ايه اول ما احط فيه السخن هيفرقع، لكن اللهم بارك ما شاء الله الطبق ما حصلوش اي حاجة. يعني اتحمل السخونية بتاعت اللبن وبتاعت البليلة ما شاء الله. طلعت اطباق برضو حلوة جدا جدا. الاطباق دي اللي كنا برضو مصورينها هي والمشتريات. انا بصراحة دلوقتي لما بروح فتح الله بلاقي عنده حاجة كويسة وسعرها كويس بحب اجيبها، وبتنفع على فكرة. على رأي ماما الله يرحمها تقول مفيش حاجة ما بتنفعش، كل حاجة بتنفع. وفعلا والله في حاجات بتلاقيها كده بتكون سبحان الله بالنسبة لك
لقطة كده إن أنتِ تروحي وتلاقي الحاجة دي سعرها حلو جدًا وتلاقي شكلها جميل جدًا، جدًا. فلمّا تقابلكم حاجة زي كده إن شاء الله هاتوها، وكل حاجة بتنفع في البيت. شايفين ما شاء الله شكل البليلة بجد جميلة جدًا، جدًا. الكريمة بصراحة مودياها في حتة تانية خالص، يعني بجد مخلية طعمها حلو جدًا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله ربع كيلو بليلة بس يعني 6، 7 جنيه، عملوا لنا حاجة حلوة لولادنا تدفينا وتدفي ولادنا في السقعة طبعًا، وفي نفس الوقت مفيدة جدًا، جدًا. وزي ما أنتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدًا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.